أنا سعيد جدا بوجودي مع حضراتكم النهارده، ومتشكر على حضوركم ده فوق دماغي والله. وأنا عايز أكد على حاجة، إنه في بداياتي ما كانش الناس هتعرفني ولا الناس هتهتم باللي بقدمه إلا بأقلام حضراتكم وبالدعم اللي أنتوا اديتوهولي في بداياتي لحد النهارده. فأنا ما انساش أبدا أبدا وقوفكم جنبي ووقوفكم في ظهري، سواء كان نقد كان حلو او وحش، لان ده علمني كتير جدا، وده اللي وصلني بفضل ربنا للجزء من النجاح اللي انا وصلت له الحمد لله. فانا بشكركم جدا جدا وممتن لده، وده حاجه ما انساهاش طول عمري. العرض وانا كنت اصغر منهم سنا، ولكن انا كنت عايز اشتغل او كنت عايز امثل معاهم، فمن كتر ما انا كنت عيل رخم وعايز امثل بالعافيه، فجاء كان وقتها مدرس العربي هو اللي ماسك فرقه المسرح، فاداني دور. كل الدور اللي كنت بعمله ان انا اقول واموت، وبعدين لقى ان انا صوتي رفيع جدا في دي، فخلى واحد يعمل الفويس اوفر يقول وانا بس بفتح المسرح وانا نايم. فحلقه ففصل كامل على المسرح انا ميت كده اهو، ولكن الناس كلها بتضحك لان انا عمال اتنفس يعني. بس الحمد لله، يعني احنا فين دلوقتي؟ فابتديت وانا بشتغل بعد لما اتخرجت، اشتغلت في مجال الفنادق، وابتديت ان انا اعمل موديلنج على اساس ان ده ممكن تبقى بدايه ان حد يشوفني فيجيبني وجه جديد، ولكني كنت خاطئ جدا. وابتديت في وسط ده اعمل كمان اعلانات. فالاعلانات حاجه مختلفه تماما عن التمثيل، فابتديت ان انا اروح ورش تمثيل. فادتني جدا 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 على يعني ابتديت افهم يعني ايه شخصيه، يعني ايه عدسه، يعني ايه كاميرا. فابتديت اتطور، ولكن مش بدرجه كبيره طبعا. وابتديت اعمل ادوار صغيره مع مخرجين كان ليهم فضل كبير جدا عليا في الاول، يدوني ادوار صغيره، لدرجه ان انا في حاجه ما انساهاش. ان انا من كتر ما انا كنت بسعى، انا مره رحت خبطت على الاستاذ جمال عبد الحميد، وهو كان تقريبا بيعمل مونتاج في جاردن سيتي، انا فاكر يعني في تقريبا في شارع معمل السكر كمان. ورحت خبطت عليه علشان فتح، وقلت له عايز اقابل الاستاذ جمال، وقلت له يا استاذ جمال انا عايز امثل. الراجل كان في منتهى الكرم والذوق والمحبه، اداني دور صغير في مسلسل زيزينيا. وانا لحد النهارده والله انا ما انساش ابدا اللي عمله معايا ده، من واحد ما يعرفوش بيخبط عليه في الباب، وهو اكرمه باخلاقه واكرمه بادبه. عشان كده لما بتمر الايام وبقابل حد في الشارع وبيقول لي انا عايز امثل، انا بفتكر ده. برضه عند الاستاذ وائل، وقال لي بص يا حبيبي، انت عايز تنجح كده عندك حاجتين: الالتزام والورق. هي امتع شغلانه في الدنيا، وهي اقصى شغلانه في الدنيا من ناحيه التعب، لان التعب مش بس البدني، ان انت على اعصابك طول الوقت على اعصابك، دي حاجه مش سهله. ونصيحته دي هي اللي انا عايش بيها لحد دلوقتي. وبعدين لما الاقي الاستاذ نور الشريف وانا بشتغل معاه في مسجون ترانزيت، انا مستكبر جدا ان هم بيعملوا لي فيلم واسمي هيتكتب جنب اسم الاستاذ نور. يعني انا مستكبرها على نفسي، مين انا يعني واشوف راجل في منتهى الكرم وفي منتهى النجوميه، وهو بيقول لهم عز يتكتب اسمه الاول، انا جاي اقف جنبه، انا جاي اقف في ظهره. انتوا مش متخيلين، دي بالنسبه لي حاجه اكتر من احلامي، اكتر من ان انا كنت اتمناه. كنا بنصور في الفيوم، وكانت اوضنا لازقه في بعض مع الاستاذ نور الله يرحمه ويحسن اليه. انا بصحى يعني مثلا لو كاميرا الساعه 8، فانا بصحى الساعة 6:30 وقتها يعني. الأستاذ نور بن صاحي من الساعة 5 وفتح قنوات الأخبار بصوت عالي جدا وجاهز، وبيخش اللوكيشن قبل التصوير بنص ساعة هو قاعد وجاهز. أنا اتعلمت ده دلوقتي فعلا، إن الالتزام ده هو أساس النجاح قبل أي حاجة. اللي هم بيقولوا عليها أفلام كبيرة زي أفلام الأستاذ كريم، فيلمنا بيتكلف من 4 ل 5 مليون دولار، ده سقف الانتاج في مصر. طيب انا لما الاقي حد او جهه بيقول لي تعالى انتج لك فيلم مصري، اللي احنا بنقول عليه الفيلم العربي، احنا طول عمرنا بنقول على افلامنا ايه؟ الفيلم العربي. حتى لما بيجي لقائنا الساعه 3 مع الفيلم العربي كذا، فاحنا فيلمنا اسمه الفيلم العربي، لان احنا فيلمنا المصري ده هو اللي بيتشاف في العالم العربي كله.
فلما الاقي حد بيجي يقول لي تعالى هعمل لك فيلم، بتتكلف الفيلم 6 مليون دولار ماكسيمم، انا هكلفه لك 12 مليون دولار. دي حاجه. الحاجه الثانيه، الايرادات تخطت ايراداته المليار جنيه مصري. ده فيلم ولاد رزق، ولاد رزق 3 دي حقيقه فعلا. الفيلم عمل 25 مليون دولار في العالم، عمل في مصر 260 مليون جنيه. فلما الاقي حد هيفيدني انا اقول له لا، استحاله. الحاجه الثانيه والاهم، هو الافلام اللي احنا عملناها قبل كده كان بيخش بيساهم فيها مين؟ الاي ار تي، صح ولا لا؟ وكلنا عارفين الكلام ده طبعا، طبعا مليون في المية، والروتانا قبل كده. فلما انا الاقي حاجه هتفيدني انا ما اعملهاش، بالعكس ابقى غلطان. الحاجه بقى الثالثه والاهم بقى، مصر والسعوديه، مصر والامارات. انتوا، انا من الجيل اللي اتربى ان مش احنا اللي اتربينا على كده، ان كل بلاد العرب اوطاني. مش انا شفت مره لقاء لعبد الحليم حافظ وهو بيقول وحياة عروبتي، صح ولا لا؟ ده حصلت. من امتى بقينا بنتكلم؟ انا بصور في السعوديه كاني بصور في مصر، الناس بتفتح لي بيوتها، بيقفلوا لنا شوارع عشان اصور فيها. بنشوف كرم ومحبه وذوق واخلاق، وبيشيلونا على راسهم من فوق، ده اقل واجب. انا لما بروح اعمل مسرحيه هناك بقول لهم انا مستنيكم في مصر عشان نرد جزء من الكرم الكبير اللي انتوا قابلتونا هناك، وانا ما انساش فضلهم ابدا. وبوجه التحيه للتقدير لهيئه الترفيه والمعالي المستشار تركي آل الشيخ. اي حد هيفيدني في مسيرتي، هيفيدني في كاريري، هيفيدني في ان انا اعلي امكانياتي، انا اشيله على راسي من فوق. لان انا في الاخر فيلم ولاد رزق ايه؟ فيلم مصري. وبينت مصر وبينت السعوديه، بالعكس احنا وطن واحد وشعب واحد، وانا برجع اكد عليها. انا بشكرهم هناك في الرياض على المحبه وعلى الكرم، وفي الامارات وفي كل دوله عربيه بتساعدني وبتفيدني في شغلي. جميلهم ده على راسنا من فوق، وده مقدر جدا جدا، وربنا يديم المحبه لانه احنا في الاخر احنا واحد، سواء هنا ولا هناك.